ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تتبيلة فراخ تنفع لصينية البطاطس وتنفع للشوي. تتبيلة جميلة اوي وحلوة ومكوناتها حلوة، بتدي طعم كده للفراخ وطعم وتخليها طرية كده وجوسي. خليكم معايا لغاية ما نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فرخة او حسب ما انت عايزة، غسلناها حلو وعملناها بمنقوع بمحلول النقع اللي هو ميه وسكر وملح. بعد ما غسلناها حلو بالدقيق وبالملح، وسبتها من بالليل للصبح او كذا ساعة، يعني لو بالنهار. غسلتها حلو وصفتها وفتحتها كده بالسكينة اهي، فتحها كلها كده اهي عشان تشرب من التتبيله كده حلو. سيبناها تتصفى. هنقول المكونات اللي عندنا. معانا فلفل الوان حسب ما عندك احمر عندك اخضر بس مش مشكله، ومعاه قرن فلفل حامي. معانا توم، معانا بصلايه مقطوعه، معايا ليمونه، معايا ربع كوبايه زيت، معايا معلقتين صلصه كبار، معايا هنا معلقه دبس رمان ومعلقه صويا صوص ومعلقتين خل. هنا بقى التوابل، حاطين بابريكا وفلفل وكمون وملح ومرقة دجاج وكزبرة جافة وبصل بودرة وتوم بودرة وكركم، وطبعا وشوية بهارات. دي كزبرة وكركم وتوم وبصل وملح وكمون وسكر وفلفل اسود وبابريكا. هنحط كل المكونات ديت في الخلاط او لو عندك كبه، وهنطحنهم كويس اوي. عليهم كمان كوبايه زبادي هجيبها، انا نسيت هجيبها واحطها معاهم واخفقهم في الخلاط كلهم، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي اهي، بعد ما خفقتها اهي كده. هنحط بقى هنحط القطع بقى ونشربها فيها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وهننقعها. يعني المفروض تتنقع من بالليل، يعني تكون انت مجهزاها بعد ما نضفتيها ونقعتيها في محلول النقع بتاعها. المفروض برضو التتبيله دي تتنقع فيها من بالليل او تقعد على الاقل 4 ساعات، بس انا مستعجله ما عملتهاش اهي. بس انا على بال ما نجهز بقى، لو كنا هنعمل تحتها بالمناسبه، لو هي هتشويها تصفي الخليط ده. بنصفيه بعد ما بنضربه كده في الخلاط او في الكبه، بنصفيه في مصفى سلك، اي مصفى يكون عليها ضيقه صفيه، وناخد منه بس السائل اللي هينزل، عشان لما بيبقى فيها حاجه خشنه بتطلع، عشان ما ينفعش في الشوي. بنعملها كده وبنتبلها حلو كده، وبندخل كده جوه اللحمه كده اهو وكده. وهنقعها اسيبها شويه على بال ما اجهز اشوف اعمل انا تحتها بطاطس ولا ايه، عشان انا مش يعني هي تبقى تتشوي فوق البطاطس كده. لكن لو انا هشويها لوحدها في صينيه كده كانها مشويه، بصفي الخليط ده بيديكي نتيجه احسن كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نعمل لها مساج كده من جوه ومن بره عشان تتطعم كلها وتتغلف. يعني هنغطيها ونحطها في الثلاجة شوية على بال ما احضر انا اعمل تحتها سطر بطاطس كده. اعمل كده وتحتها بطاطس، واحطها برضه من فوق هتتشوي برضه يبقى لونها حلو. خليكم معايا لاخر الفيديو نشوف هنعمل ايه مع بعض اهي كده اهي. هغطيها بقى وادخلها الثلاجة لغاية ما اخلص اللي انا هعمله. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، انا بعد ما وضبت كده تحتها رق بطاطس كده، وعملت في الحروف، عملت لها صور كده، والباقي حطيته في القاعده وخدت. طبعا البطاطس دي احنا كلنا عملناها مع بعض كذا مره، وصينيه البطاطس ما فيهاش افتكاسات ولا حاجه. انا عملت بصلتين جوليان وبشرت جزرايه، وحطيت حبه ملح وفلفل ودعكتهم بيها، وخدت شويه خليط من خليط بتاع الفراخ دوت، حطيته عليها وقلبت معاهم البطاطس. طبعا كل المكونات وكل البهارات في قلب الخلطه، طبعا ما حطيتش حاجه تاني.
ولا حطيت فلفل اخضر ولا حاجه، عشان كل حاجه هنا يتشرب من بعض. وقمت حاطه شويه زيت صغيره وقلبتهم، وبعد كده رحت حاطه قطع الفراخ اهيت قدامكم. قمت حاطه الخليط عليها برضو، وحطيت معلقه صلصه فوقيهم كده، ورشه زيت بسيطه، واحطها على البوتاجاز تغلي غلوه، واكون وانا مسخنه الفرن، اغطيها بورق فويل واحطها اما تستوي بقى، ومش شايله ورق الفويل، واقوم مسيباها تحت الشوايه تتحمر وبس. وهوريها لكم بعد ما تخلص. خليكم معايا احلى متابعين في الدنيا. بصي بصي يا حبايبي اهي بعد ما خلصت اهي. على فكره نسيت اقول لكم ان انا حطيت كوبايتين ميه مغليه، كوبايتين الشاي ده اللي احنا بنشرب بيها الشاي، حطيتهم من على الحروف كده، سقيتهم من على الحروف كده عشان ما اضيعش التتبيله، ومغليه عشان تاخد سوا البطاطس. وبعد ما استوت شلت ورقه الفويل من عليها، قمت حطها تحت الشوايه اهي قدامكم اهي. يبقى هي لو كانت مشويه بقى مش هتحطوا البطاطس دي، هتحطها في صينيه وتدخلوها الفرن بالتتبيله بتاعتها. احنا قلنا نصفي التتبيله ونحطها عليها ونبيتها من بالليل، ونحطها ونغطيها برضو بورق فويل، وبعد كده تستوي نقوم شايلينها وبنحط عليها من السائل بتاعها كده بمعلقه كده، نحط عليها من السائل ده عشان تتشوي، نحطها تحت الشوايه وبتطلع بعدها نحط فحمايه. قولوا لي رايكم بقى واعملوها اهي. بحبكم في الله وجزاكم الله كل خير، وما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم ولكل متابعيني، واللي عجبته صفحتي مشرفني ومنورني على راسي من فوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.